مفاجأة من العيار الثقيل. رياض محرز يحدد موعد اعتزاله الدولي. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. حدد رياض محرز قائد منتخب الجزائر موعد اعتزاله الدولي، وهو الذي بدا مستواه في التراجع بشكل كبير تزامنا مع وصوله لعمر 34 عاما. رياض محرز بدأ مشواره مع منتخب الجزائر عام 2014، ووصل شهر مارس الجاري لمباراته رقم 101 على الساحة الدولية، وفرض صاحب القدم اليسرى السحري نفسه كأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف مع منتخب الجزائر تاريخيا، بتسجيله 32 هدفا وتقديمه ل 35 تمريرة حاسمة. وفي تصريحات القناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال رياض محرز: أنا فخور بتجاوز 100 مباراة مع المنتخب، أحمد الله كثيرا على هذا. وتطرق نجم الأهلي السعودي بشكل غير مباشر لموعد اعتزاله اللعب مع الخضر قائلا: أريد مواصلة اللعب مع المنتخب ل 25 أو 30 مباراة قادمة. وأضاف: أسعى للتتويج بلقب جديد والاحتفال بالتأهل لنهائيات كأس العالم القادمة. ويبدو أن رياض محرز عازم على مواصلة مشواره الدولي لقرابة العامين، مع سعيه للخروج من الباب الواسع بلقب جديد ومشاركة لمونديالية يختتم بها رحلته التاريخية رفقة محاربي الصحراء بأفضل طريقة ممكنة. وكان رياض محرز عاش فترات عصيبة مع منتخب الجزائر خلال العامين الماضيين بسبب تراجع مستوياته، قبل أن يعود إلى الواجهة مؤخرا مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، حيث أكد بيتكوفيتش خلال آخر مؤتمر صحفي له بأنه يضع ثقته المطلقة في رياض محرز، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها هذا الأخير لاسترجاع توهجه.